يا جون كفايه على فريرا لحد كده، قلتها لك من ماتش وادي دجله وقلتها تاني وبقولها لك تالت، كفايه عليه لحد كده. ده مش مدرب، ده مدير مدرسه، ده جاي يغضب على اللعيبه. شيكوبان زي يتاخر في السفر يقول له بره ال 18. سيف الجزيري طلع في مؤتمر صحفي وقال ان هو مش هيلمسها طول ما هو مدرب. مش هيلمسها ليه؟ هو عنده ايه؟ هو عنده مرض جلدي؟ ده لعيب عندك في النادي وبيقبض مرتب، يعني لازم يلعب ومهاجم محترف. ازاي تقول مش هيلمسها طول ما انا مدرب؟ كمان شيكوبانزا انت طلعته بره التشكيل بتاع الفرقه في ماتش الديربي. نفسي اعرف الشيكوبانزا عمل ايه، محدش عارف. ده مدرب جاي يأدب اللعيبه، كل ما لاعب يعمل حاجه بره الفرقه. بره الفرقه ليه؟ الفريق بيحتاج كل لاعب. تريزيجيه عمل لجمهور الاهلي محدش يكلمني واعمل اللي انا عايزه وبيلعبوه ليه؟ لانه بيقبض فلازم يلعب. لكن انت عندك محتاج لكل لاعب في الفرقه، ليه ما تلعبوش؟ ليه تطلعه بره الفرقه؟ حتى اللعيبه اللي بتتصاب عندك في الفرقه لما بترجع ما بتلعبهاش. محمود جهاد، احمد ربيع، محمد شحاته، اللعيبه لما بتخف انت بتبعدها برضو عن الفريق. ليه كل ده؟ نفسي افهم ليه العند ده. انت مش مدير مدرسه، انت مش جاي تعمل تهذيب واصلاح للفريق، لا انت جاي تلاعب فرقه بتنافس على بطولات ومحتاجه لكل لاعب في الفريق. طول ما اللاعب بيقبض من نادي الزمالك لازم يلعب ويأدي. لكن موضوع ان انت تستبعده ده مش موجود دلوقتي في اي حته في العالم كله. وكمان تغييراتك عجيبه، انت ما بتغيرش غير لما بتتغلب. اول ما بيدخل فينا جون يوم مغير. انا ما بعملش تغييرات غير لما بيدخل فيها جون، هي دي طريقتي وهو ده اسلوبي. وجون ادوار قال انا قاعد فانا مش ماشي، فقاعد على قلبكم وهغير بمزاجي مش بمزاج اي حد تاني. قلت له ان في لاعب اسمه عبد الحميد معالي لازم العبه، اديني بلعبه بس لما يدخل فيها جون. عندك لاعب زي بتزيرا انت النهارده محجمه، ما بتبصلوش الكوره خالص، مش بتنادي على اللعيبه تقول لهم بصوا له عشان الراجل ده بيعمل خطوره. كل ما الكوره بتبقى معاه بياخد فاول من لعيبه النادي الاهلي، وده اللي قلته قبل كده ان لعيبه الاهلي هتعمل معاه فاولات، فلازم لمسه ولعبه بس تبصوله مش بتبصلوش. فيريرا ده مدرب جبان، خساره فيك يكون اسمك على اسم فيريرا المدرب الكبير والتاريخي لنادي الزمالك. يا جون ما تكبرش وما تعاندش، فيريرا لازم يمشي، كفايه عليه لحد كده. نفسي اعرف انت شايف فيه ايه كويس غير اللي احنا شايفينه. قلنا قبل كده كل دقيقه المدرب ده هيستمر فيها هتبقى خساره كبيره لنادي الزمالك. دلوقتي بيراميدز لو كسب الماتشات المتاجله ليه هيبقى فارق عنك ب 3 بونت، والاهلي لو كسب الماتش المتاجل ليه هيبقى فارق عنك بنقطه. لسه الدوري في الملعب ولسه تقدر انك تنافس، بس تمشي المدرب ده. لو اي مدرب وطني هيعمل شغل احسن من اللي بيعمله فيريرا. ما تكبرش واسمعها مني عشان اللي جاي هيبقى صعب عليك جدا يا جو.